هتتفاجئ يا معلمي لما تعرف الراجل ده اخو مين من الفنانين. الفنان اللي فات يا معلمي ظهر لنا فيديو ويرد جدا. البونبونايه بقى. المفروض يا معلمي هنا بيهزر مع بنوته صغيره وكده. تخيل بقى الدنيا رايحه فين. معلش يا لوشا اسالك سؤال، انت دماغك بخير؟ انا دماغي تعبان. يعني مش محتاج تنرفز يا لوشا باين والله. ودي صوره لوشا يا معلمي ايام ما كان شيكو. لو عايز توقف الصوره حطها في كومنت. بس يا لوشا هو الكلام معاك على ايه؟ الكلام معايا على خربوش. طيب ايه يعني؟ انا عارف انك عايز تعمل صيع نسخه 2023، بس يا لوشا افرض حد مش شادد عليك الكلام ده. اللي مش لادد عليه الكلام ده. انت مش شادد عليك الكلام ده؟ انت ورد ليه كده يا لوشا؟ مش ليه بتحرك ايدك بمشاعرك بكل حاجه كده؟ بس يا معلمي في حرفيا تيران في الاوضه. اكيد يا معلمي مش هيعجبهم الكلام ده. الكلام ده لادد على الوضع. كل واحد يسكن فرشته. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ السؤال بس معلش، اقنعتهم ازاي؟ بس يا لوشا انت لو حبيت تهددهم في يوم من الايام تقول لهم ايه؟ هديكوا 48 ساعه ما جيتوش معايا في حل استعبط عليكم. هو ده معلم صيغه تهديد 2023 ولا ايه؟ يا اخي تحس لوشا ده كان فنان تشكيلي زمان. حرفيا يا معلم بيتكلم بكل حته في جسمه. بس السؤال هنا يا معلمي، هل هم هيجيبوا ورا؟ الواد ده شكله مش سهل خالص. انا عن نفسي خضني والله. طب خاف يا عين. يمي انا اللي مضايقني في كل ده معلمي الاطفال. مش معقوله يعني يا معلمي يبقوا سامعين الكلام ده، خصوصا بقى بصراحه معلمي البنات. لوشا مع احترامي لاي حاجه ممكن اخد البت معايا عشان ما ينفعش تسمع كلام زي ده. يا اخي ابو اسكندر تحسه جاي غلط في النص. هو مفيش حاجه صح يعني، بس الراجل ده بصراحه بيتكلم صح. نضحك على بعض. البنت بتمسك التليفون في البيت تتفرج على المحتوى بتاع الناس الكبيره، تتفرج على المحتوى بتاع الناس الصغيره، خلاص لازم تقعد تسمع. ده ايه المنطق اللي انت بتتكلم فيه ده يا لوشا بصورتك دي؟ معلمي لو عرفت توقفها حطها في كومنت. بس يا لوشا انت مش شايف ان انت لما تطلع بمطوه يعني في الفيديوهات بتفيد حد كده؟ مش هطلع تاني بمطوه في الفيديوهات. يا اخي انت لو خسران كل فلوسك في البورصه مش هتعصب بالشكل ده. وايه الحركات الجسديه التعبيريه الغريبه جدا ده يا لوشا؟ انت بتكلم طفل حتى يا اخي. بس انا حاسك كده يا لوشا والله اعلم انك بتجيب مواضيع مهمه زي المطاوه ان انت مش هتشيلها تاني. مواضيع فعلا يا معلم مهمه. حدفت امك بالمخده عشان خاطر قالت لك ما تنزلش تحلق الحلاقه بتاعت لوشا. يا اخي ده عيب على الموسيقى اللي شغاله ورا دي. هل انت شايف يعني يا لوشا ان ده كلام مهم؟ لا. طب شايف ان ده يرضي ربنا؟ لا. طب يلا نكمل يا معلمي. لا. خلصت خلاص؟ انا كده كده هكمل. ما بتسمعوش كلام امكم ما بتقول لكم ما تنزلوش. هو انا عندي سؤال بعيدا عن الهري ده. هو انت يا لوشا شيخ الحاره يعني؟ مفيش تفسير الناظر يعني بتاع معلومات كلها بتجي لك عشان تحل؟ ولا هل دي مهنه فعليه مثلا انت تتقاضى عليها مرتب؟ ولا انت قاعد بقى كده مستني اي حكايه؟ والله انا بالنسبه لي كل ده مش فارق معايا. بس انا عايز اعرف دلوقتي حاجه واحده. ابو جاكيت اصفر اللي معاك في الفيديوهات ده مين اقنعه ان هو بيعرف يمثل؟ خلاص كان فاضل لي فيست ثانيه واتجنن منه. فيستو ثانيه؟ ايه يا عم بقى في ايه يا جدعان؟ ادي نفسك يا معلم. يا عم اقعد بقى يا عم القرف هنا. اقعد يا عم. ايه الخنقه دي؟ يعني عاوزين نعرف مالك يا عم فيستو. جنني يا احملوش. خلاص هموت جنني. جننك ايه يا اسطى؟ انت اتجننت خلاص. ايه التمثيل ده؟ ايه الموضوع ده؟ لا وصورتوها ومنتجتوها وعدت عليكم كلكم وعادي يعني ده تمثيل طبيعي يعني ها. بس انا كده معلمي هات الفيديو كده. بقول يا لوشا انا عرفت يا معلمي شفتهم فين قبل كده. فاكر يا معلمي كان في كرتون زمان اسمه جاكي شان طورو بقى اللي معاهم. بص بالظبط. بس يا معلمي انا في حاجه محيراني، انت بتجيب اللبس بتاعك ده منين يا لوشا؟ بس ايه الفيديو ده؟ وده خد الرجاله راحوا جابوا الراجل ده بيشتمك على كل السوشيال ميديا. والله طب خاف يا عين. يمي يعني بعيدا عن السوشيال ميديا بتاعتك ده يا ابو اسكندر، بس قديم قوي جو التهديد الخفي ده يا لوشا. طب تفتكر الناس كده مش تتكلم يعني؟ بالعكس هو ترندك شويه وهيخلص. صدقني بعد الترند ده ما يخلص محدش هيجيب سيرتك تاني ما تقلقش. يعني يا معلمي زي اي ترند عدى. الله يرحمك يا مخصيصه. ايه بس برضه ايه الغرض من الشغله دي؟ انت كده تشتمه جرح في ليه؟ انا كل القصه ربنا شاور عليا. انت مصدق صح؟ لا والبجاحه انك بتسال بينتقدك ليه؟ صح يعني ما انت بتعمل محتوى طبخ فهو هينتقدك ليه؟ صح ما عندوش حق يعني صح؟ مش تمام الراجل ده مش سالك يا لوشا. بس يا لوشا برضه انت ما فهمتنيش انت عايز ايه برضه؟ كل اللي طالبه منك لله انتقد بحب وباحترام خصومه. مش عايز كل سمعه اوردر كاتشب. اتعمل ازاي ده يا معلم؟ يعني نفسك تبقى احمر وانا بعمل حلقه يعني ولا ايه؟ مش فاهم انا. ثانيا ده مش احمر. انا مش فاهم ايه انتقد بحب دي. تعال بس كده يا لوشا انت مالك؟ انت كويس؟ انا تعبان انا ما بنامش. صلي على النبي يا لوشا انا لسه عامل حلقه يا اخي بتعيط ليه؟ هو في حد جه جنبك يا لوشا؟ يعني بصراحه اللي اشوفك دلوقتي ما اشوفكش زمان. والله يا معلم لو عرفت توقفها حطها في كومنت. بس يا لوشا انت ما فهمتنيش ليه كل النوش ده برضه؟ اسمع شتيمة امي في وزن مسكت عشان ما ينفعش اتكلم. اقنعني بقى ان في حد يشتم بالام في فيديوز على ايا كان المنصه بقى والفيديو بتاعه مش هيتحذف. الله على الهبل. جرايه يا جدع واحنا لسه داخلين السوشيال ميديا امبارح ولا ايه؟ ما صباح الفل بقى يابا. بس انا عندي سؤال بسيط اقنعتهم ازاي؟ بس كل ده معلم ممكن يكون تمام لغايه ما لوشا يتخبط في دماغه ويقرر يعمل دور ظابط. تمام يا فندم. اولا خلينا متفقين بيننا وبين بعض ماشي السرسجيه ومحدش بينط كده على لوشا ده. اولا مضطر اكمل. اتفضل يا حضره النقيب. مبدئيا ما حدش بينط كده عشان يقعد ده واحد. رقم 2 نقيب ايه بدون كتافات يعني انت عسكري كده يا صاحبي. رقم 3 كده يا ابو اسكندر معلش بس هصح لك كده شكلك لسه فايق من النوم يعني مفيش حد بيقعد ملكي في وحده عسكريه في القوات المسلحه. انت بس تلاقيك دخلت اسم شرطه وحبيت تقلد اللي شفته بالظبط. بصراحه كده يا معلم انا هكمل الضحك ده. النقيب محمد عبد الحميد السيد ملفك كله بيقول انك من اكفأ الضباط اللي في الكتيبه. لا يا معلمي ثانيه بس كده معلش اللي واقف ده ولا مين؟ يعني وضعه ايه عسكري؟ طب دخل ازاي عباقره الازمان انتوا ايه مش شايفين الحجم ولا ايه؟ بعدين هو متذنب ولا ده باصص فوق كده بشكل غريب قوي.
بص يا معلم انا هكمل الضحك ده معلش. عم خد الرجاله مصارك كسب، هي اخر واحد. طب فوقك يا معلم السلاح المربوط، هو انت ماسك ايفون وبتنادي على القوات بيه؟ طب ايه نكمل؟ انت فاكر انك ممكن تهزني بتعذيبك ليا؟ احب اقول لك انك ما تعرفش حاجه عن المصريين. عارف يا معلمي لما يكون مكتوب لك في السيناريو اضحك وبعد كده اتكلم عادي؟ طب بص يا معلمي اظن يعني كفايه كده عشان ما نموتش من الضحك من اداء التمثيل الفظيع اللي انت بتعمله ده يا عم لوسي. فاكر يا معلمي مطرب شعبي كده اسمه محمود الحسيني؟ مش فاكره صح؟ اللي عمل اغنيه العبد والشيطان ده؟ مش فاكر برضه صح؟ اللي هي بقت تلعب بوكر وبتشرب جون ووكر. كويس يا معلمي انك افتكرت. اهو لوشا بقى ده يا معلمي يبقى اخو محمود الحسيني. انا مش عارف يا معلمي 2023 ناويه معانا على ايه، بس لسه يا معلمي هنشوف فيها ترندات ربنا يستر بقى. وما تنساش يا معلمي تقول لك اتكلم عن مين الحلقه الجايه. انزلنا بقى يا معلمي بص في الكومنتات كده على مين اللي لحق يحط صوره لوشا زمان في الكومنتات. يوم سلام.